في تصريح بعد الماتش لزيزو، انا شايف ان هو تصريح عالمي، والله العظيم تصريح عالمي. ايه هو التصريح ده؟ قال الناس اللي فاكره ان انا مضغوط خليهم يبقوا فاكرين ان انا مضغوط، انا مش مضغوط ولا حاجه. هو عنده 1,000,000% حق في الكلمه دي. ليه؟ اللي مضغوط ده مين يا جماعه؟ اللي مضغوط ده اللي مش عارف ياكل عياله، اللي مش عارف يدخل عياله مدرسه، اللي مكسور عليه ايجار شهرين ثلاثه، اللي ابنه عيان في العنايه المركزه، اللي امه بتموت، اللي مش عارف يجيب دواء، هو ده اللي مضغوط. لكن لكل جمهور الكوره قسما بالله العلي العظيم ما في لعيب كوره، ما في لعيب كوره، وانا بقول ما في لعيب كوره يستحق ان انت تكسب ذنوب ولا تبات على مخدتك بتعيط ولا قرفان ولا زعلان، ولا الكوره اصلا كلها على بعضها تستاهل ان انت تعمل حاجه تأذيك انت في الدنيا ولا في الاخره. لانه في الاول وفي الاخر مع كل الاحترام والتقدير لزيزو وكل اللعيبه، عيد بياخد 100 مليون جنيه في السنه ولا 50 مليون جنيه في السنه ولا 60 مليون جنيه في السنه ولا 20 يا سيدي في السنه، وربنا يبارك لهم ويزيدهم ده رزقهم، يعني دي حاجه ربنا يبارك لهم فيها. ايه اللي ممكن يضغطوا يا جماعه؟